السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم يا رب بكل خير وصحة وعافية وسعادة وهنا. وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم، ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، ويا رب هيك يكون لطيف وخفيف عليكم هذا الفيديو يا رب. خلونا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ونتوكل على رب العالمين. أول شي شربنا القهوة. طبعا ما بصير بنا القهوة الصبح لحتى هيك نستعيد النشاط، ويعني هيك مزاجنا يتعدل ونصحصح. فضلا وليس أمر، تحطوا لايك للفيديو وتشاهدوا الفيديو كامل وتشاركوا مع أصدقائكم إذا حبيتوا. وبتمنى تحطوا زر التشجيع، وشكرا لكم كتير كتير كتير. وأهلا وسهلا بكل الصبايا، بكل خواتي وأخوتي يلي نوروا قناتي عن جديد. شكرا لكم كتير كتير لدعمكم لقناتي. الله يجبر بخاطركم يا رب، الله يجعل بميزان حسناتكم يا رب. رح أشارك معكم روتين هيك شوية تنظيفات في البيت، ورح أشارك معكم طريقتي بطبخ الرز بحمص. هلا أكلة بسيطة، طبخة بسيطة، بس إنه حبيت أشارك معكم. يعني بسم الله ما شاء الله حولكم كلياتكم ستات بيوت ومذوقات، وكل وحدة كيف طريقتها وطبخة وهيك. بس أنا بحب أشارك معكم، أنا ما عم بعلمكم طبخي وروتيني، بس بحب أشارك معكم. عرفتوا علي صباي؟ بعد ما شربت القهوة وهيك طبعا فطرنا وخلصت وكل شي. حطيت اللهم صل على النبي، الحمص قبل بيوم نقعته بالمي، وهون تاني يوم حطيته ينسلق. طبعا انسلق انه على الغاز، اكل معي شي ساعتين لبين ما انسلق. اي والله. وبلشت هون يعني شفتوا كنت ناقعة كمان الرز، حطيت ملح حسب يعني شقد تحبين ملح انتي بتحطي. وكنت ناقعة الرز شي 20 دقيقة. ايه، وبعدين ببسط الرز وبطبه فوق الحمص. المهم صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل يا عمنا. ايه، طمنوني عنكم صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير. كيف البردات عنكم؟ كيف الأجواء؟ والله نحن عنا يا صبايا سقيع. يعني إذا وقفتي برا 5 دقايق والله العظيم يا صبايا بتصيري يعني بتزرقي وأصابع إيديكي بتقطع وما بتحسيهم، ما بتحسي فيهم. الله يرحمنا برحمته ويمضي الشتوية على خير يا رب. بحمد ربي وبشكره إنه الأولاد معطلين من المدارس. يعني إن شاء الله بدهم ينزلوا شهر الأول 5/1 بدهم ينزلوا على المدارس. كتير أكلي هموني علي لأني الدنيا برد كتير كتير كتير. أي والله، الله يحميهم ويحفظهم. هون مثل ما شفتوا يا صبايا، شفتوا غلت مية الحمص عندي وطبيت فوق الرز. ولما غلت المي هديت النار وغطيت الطنجرة. المهم بعيفهم ليستوي على مهلهم. هون كانت بنتي فرمتلي الخيار، بدنا نعمل خيار بلبن. الرز بحمص بيلبق له خيار بلبن، كتير طيب جنبه، بصير مخلل، بصير سلطة. اي انا هون عملت هذا خيار بلبن. المهم بنتي فرمت لي الخيار الله يرضى عليها، وانا جيت كملت يعني هي شغلة انا شغلة بنخلص شغلاتنا في النهار. اي والله يا صبايا، لاني قلت لكم انه معطلين ولادي المدرسة 15 يوم عطلة. 5/1 بدهم ينزلوا على المدرسة، هي عطلة يعني راس السنة والأعياد وهيك يعني عرفتوا. أي والله. إن شاء الله يا رب هيك كل سنة وأنتم سالمين. إن شاء الله يا رب الله هيك يعني يجعل سنة خير علينا وعليكم وعلى أمي الإسلامية يا رب. أي والله يا صبايا، الله هيك يفرج همومنا ويسر أمورنا ويرزقنا ويسعدنا ويريح بالنا جميعا، ويديم علينا صحتنا وعافيتنا. هلا هون صبايا اللبن بخيار حطيت له توم ونعناع يابس وملح بس هيك يعني. وهون يا صبايا لبين ما ينطبخ الرز بحمص. هون عم بقلب دهنة، أنا بحب أكويله دهنة، بتطلع طعمته مثل حشوة السندوانات القبيوات يعني. نحن عنا بحلب بنقول قبيوات سندوانات، انتو شو بتقولوا؟ لا ما بعرف. المهم هي يعني الكاوية مشان الرز بحمص بتطلع كتير كتير طيبة.
أي والله الحمد لله رب العالمين. المهم عم باحكي لكم عن جد صبايا كتير كتير الدنيا بوز، والله العظيم شقد ما قُلت لكم الدنيا برد، يعني ما عم نطلع من البيت من البرد، يعني دوب عم نقضي شغلاتنا مثلًا، مثلًا بنروح بنجيب إيش لازمنا للبيت، طبختنا، شغلاتنا، لوازم للبيت وبس، هاي هي، عرفتوا علي؟ أي والله الحمد لله رب العالمين. هذا هو، يعني إذا عنا مواعيد أو عنا روحات خاصة بس بنقضيهن وبنرجع على البيت. المهم صبايا لبين ما ينطبخ خبز بحمص على نار هادية أنا حاطته. المهم هلا هون بدي هيك أعمل تنظيفي على السريع للكنبايات، يعني ما فيهم شي نضاف الحمد لله رب العالمين، لأني ولادي ما صغار تيكبوا ويشروا ويمسحوا وهيك، يعني بركة وعين. أنا عندي أصغر ولد عمره 8 سنين الله يحميه، والبركة يعني ولادي من نوع الحمد لله الحمد لله بشكر ربي وبحمده، من نوع إنه ما بيمسحوا مثلًا بكبوا بشذوا بيمسحوا بإيديهم وهيك. إيه المهم صبايا يعني دائمًا الحمد لله الكنبايات عندي نضاف وهيك، بس يعني من الغبرة وهيك شغلات إنه هون أرضي الحمد لله ما في غبرة، يعني ما بيجي غبرة إني ما في إنه والله كتير البيت فيه شبابيك وبرندة أو هيك جنينة مفتوحة دائمًا يدخلها غبرة، بعدين الدنيا شتك ما في غبرة، يعني الحمد لله رب العالمين بالصيف وما في زيادة غبرة، بقى شلون بالشتا ما في طهو الحمد لله رب العالمين. هون حطيت مي سخنة غالية نار، وحطيت المعطر وشوي من الفيم، يعني اشتي بقى مثلا بروحه والمعطر مشان ريحة طيبة تطلع. ايه المهم وهيك بدنا نطفن على مهلاتي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي. انا هون مثل ما شفتوا عم بمسح الكنبايات وبدي انظف يعني الصالون، وبنتي الله هيك يكرمكن عم تعمل حمامهم وبتعمل غرفهم، يعني بتكنسون وبتعملن كمان هيك تمسيحة على السريع يعني صبايا. اي والله الحمد لله رب العالمين، الله يعطيها العافية ويلبسن العافية يا رب كمان. ايه مو عم بقلكن يعني بحمد ربي ما عندن مدارس حواليا دولاد، يا ليلو عندن مدارس كانوا الله دا اكل همن قد الدنيا شلون بدن يروحوا على المدرسة، مع انه يعني انه مدارسهم دافية وكل شي، بس الطريق عندي ابني مثلا بمشي هيك مشوي تقريبا 5 دقايق ليطلع باص وليطلع باص التاني، عرفتوا؟ وعندي بنتي الكبيرة بتمشي كمان مشوة 5 دقايق وبتطلع باص وبتنزل على الترين على القطار وبترجع بتطلع بالباص ومشوي من الباص للمدرسة، يعني كمان عندها نشوات يعني الله يحميها. وباكل هم ولادي الصغار هون مقابيل المدرسة، أنا بطالعهم كمان يعني برد والله بتشكل إذا 5 دقايق بس طلعتوا لبرا، والله العظيم يعني بتكرهوا حياتكم يمكن، والله من البرد يعني من البوظ، عرفتوا؟ الشتي قاسي قاسي، هالشتوية اجت علينا قاسية قاسية على كل كندا، اجت الشتوية قاسية. ما بقول غير الله هيك يعدي هالشتوية على خير وصحة وعافية وسلامة. والله أمسى من مدة من أسبوعين كان قلتلكن ولادي مو مرضوا كلياتن عن جد، لهلأ لحد الآن عندن سعلة، يعني لهلأ سعلة. الله يحميهم، يعني الشتاء قاسي يعني دائما لازم يكونوا لابسين، وهذا البيت مو مثل هداك البيت، هذا البيت بارد مش قد ما لبس وش قد ما تدفوا بضل بارد هذا البيت، في تدفئة الحمد لله. بس سبحان الله دائما الأرضي البيسمنت بيبقى بارد، عرفتوا علي؟ أيوة الحمد لله رب العالمين. علينا إنه ندير بالنا نلبسون ومنشغلن جايبتلن دفايات يعني هيك صغار سخانات ويقولولن إيش تقولولن انتو، نحن عنا بحلب بنقولن دفاية مثلا، إيه كل غرفة حيطتلن والله دفاية الحمد لله رب العالمين. إيه الله يحميهم ونمضي الشتوية على خير يا رب، إن شاء الله بندخل على سنة جديدة هيك بكامل صحتنا وعافيتنا، والله يحمينا أولادنا وعيلتنا ويحمينا أهلنا وأحبابنا يا رب، والله هيك يختار لنا الخير جميعا. هون صبايا مثل ما شفتون عم بمسح الكنبايات، هدول من لما جبناهم صراحة صراحة جبناهم مستعملات بس ما مستعملينهم كتير، بس يا صبايا فيهم بقى يعني حاولت كتير أنظفهم ما راحوا، كتبولي بالتعليقات. هلا هدول نوعهم مخمل يا صبايا كنباياتي، نوعهم مخمل، كتبولي بالتعليقات اسم منظف لإزالة البقع من عن الكنبايات المخمل، كتبولي بالتعليقات وأنا هون بشوف إذا يعني مشان أشوف إنه في ولا لأ، وأكيد في، بس إنه بتمنى إذا في يعني مزيل للبقع تكتبوا لي بالتعليقات، يعني اسمه شي إيش حنكون انتو كتبوا لي بالتعليقات.
ايه ومثل ما شفتوا خلصت الكنبات كلهم مسحتهم، وهيك هون مسحت الطاولات. الحمد لله رب العالمين. يعني بدك تقولوا هذا روتين يعني دائما نعمله. اي والله وشفتوا يعني ان شاء الله هيك جينا رمضان الله يهله علينا بخير وسلامة يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، علينا تنظيفات تعزيلات كله طبعا تمسيح وهيك، يعني تلييف وتمسيح عرفتوا، يعني ما من كت ماي ويك. هون انا عم بورجيكم هذا الكتاب، هذا صاير الكتاب يعني أكلي وشربي مثل ما بقولوا، عن جد يعني دائما دائما بيكون بإيدي. صار لي والله أسبوعين 3 مداومة. إيه عندي حفظ أسئلة فحص الصواب. أي والله يا صبايا ادعوا لي الله ييسر أمري ويهون علي، لأني كتير كتير صعبت. أنا علي كتير صعبت على غيري ما بعرف. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جوزي بأسبوع واحد حفظهم وراح أقدم عليهم رأسا نجح. نجي يعني سنة أول ما جينا على كندا، بس أنا ما تكيسلت، أنا لازم من سنة كان يعني حافظونتن ورايحة مقدمة عليهم. بس سبحان الله التهيت، ما يعني ما كان بالي إنه أحفظه هيك. بس هلأ يعني لازم يعني أحفظهم بقى إن شاء الله وأقدم على، يعني أروح أجاوب على الأسئلة وإن شاء الله أخذ الشهادة بإذن الله تعالى. بقى ما بقول غير الله هيك يوفقني ويسر أمري ويهون علي يا رب. اي والله الحمد لله رب العالمين. يعني لازم هون انه ضروري المرأة يعني كمان تسوق سيارة يعني مساعدة لجوزها. عرفتوا علي صبا؟ يعني ضروري، ما والله بطر او مظاهر او هيك يعني، لا لا بعيد عن هذا الشيء، مع اني انا ما بحب. وانا قلبي من نوع ضعيف، يعني بخاف انه سواقة سيارة. انا لما بطلع مع جوزي بالسيارة مثلا بأسرع شوي بقولوا لي بالك وهيك وهيك وهيك، نوع عندي فوبيا يعني مثل ما بقولوا. اي والله بقى الله يهون علي ويسرها علي يا رب. ايه ومثل ما شفتوا خلصت مسح الطاولات، وهلا هون يعني بمسح الطاولة تبعت الشاشة والحمد لله رب العالمين. هيك هي تمسيحات الغبرة ما بصير بلاهن. اي والله يا صبايا الحمد لله الله هيك يلبسنا العافية جميعا. يعني نحن الأمهات عن جد وخصوصي بالغربة إنه ما بنطلع ما بندخل، هيك حياتنا أكتر طبخ حوسة تنظيف، بيت الأولاد، رقد المدارس، مواعيد مثلا دكاترة، مواعيد عيون، موعد مثلا دكتور سنين، يعني هيك حياتنا. بس نطلع بنجيب طبختنا أكلتنا وشربتنا وبنرجع البيت، يعني ما عنا مثلا طلعات يعني روحات قرايبين مثلا، جمعة أهل، جمعة نسوان، جمعة رفقات، ما في. أنا خصوصي أنا عم بحكي عن حالي صبايا هيك يعني عرفتوا علي. الحمد لله رب العالمين ما عنا يعني إنه هيك حياتنا الحمد لله بهالغربة ومع الأولاد وبهالبيت الحمد لله رب العالمين. هي هون اللوحة بقلكن إياها الأنسة هديتها إياها لبنتي لما يوم اللي عطل وعرفتوا علي. اي والله يا صبايا كتير حبيتها، كتير هيك غروب الشمس، السماء، غيوم البحر، الشط، القارب، يعني كتير حلوة كتير. اي ماما وين بدك تحطيها؟ قلت لها بحطها هون على الرف بالصالون للاقي لها شي محل تاني. اي والله الحمد لله رب العالمين. وهي هدته لرفقاتها وهدتها للأنسة ورفقاتها هدوها هدايا والله. اي والله بس ما رادت اشارك يعني بالفيديو عرفتوا علي، والله اقترحت عليها ماما هذا شي خاص الي، قلت لها لا على راحتك ما بجبرها يعني. اي والله بس هاي يعني انه مي خاصة انه لوحة ومنظر حلو. قال اي عادي ماما. هلا هون بحب بعد ما اخلص تنظيف البيت اشغل معطر، يعني بخور مو بخور ايش اسمه هذا، معطر هيك ريحة كتير كتير طيبة. والبيت بصير ريحته كتير طيبة، بتضل شغالة 5 6 ساعات وبتنطفى لحالها. هي بتطالع ألوان وبتطالع الريحة، يعني أنا بحط لها معطر ومي وبتطالع ريحة كتير طيبة وبتضل شغالة طول اليوم. الحمد لله رب العالمين. وضل البيت ريحته كتير طيبة وحلوة. الحمد لله رب العالمين على كل حال. وهيك يا صبايا هلا قلت هون بدنا نعمل استراحة أنا وبنتي، قلت لها استراحة محارب، يعني نعمل لنا شوية استراحة، يعني هيك نشرب نسكافيه. عملت نسكافيه وقلنا بنشربها وبعدين بنكمل شغلنا. إيه المهم بعد ما خلصت كل شي ضل عندي بس أنظف السجادة اللي بالأرض أهي يعني بالمنكسر الكهرباء بنظفها هيك بكنسها كلها وبكون خالص كل شي الحمد لله رب العالمين. وهلا هون يا صبايا بعد ما خلصنا تنظيف البيت وكل شي وصار البيت مثل الفل، وهون استوى عندي الرز بحمص والريحة بتجهي القلب.
عن جد ريحة النظافة مع ريحة الطبخة مع هيك أجواء شتوية بامتياز عن جد. وهيك ريحة الأكل مطيبة مع أحلاها في البيت لما تكون نضيف. المهم هون صبايا حطيت الكاوية الدهنة، ايه وهذا قلبتهم تقليبتين 3 ويا سلام على ريحة تشهي القلب. عن جد إذا حبيتوا هذا الفيديو وحبيتوا هذا الروتين كتبوا لي بالتعليقات، وأمانة ما تنسوا تشاركوا الفيديو لأصدقائكم. شكرا لكم، وهيك كان غدانا وهو عشانا. والله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وأطيب كز بحمص مع خيار بلبن. واللبن طبعا أنا محطته على إيدي، ما بشتري من برا، لازم تعرفوا. الحمد لله رب العالمين يا صبايا. الله يديمها نعمة ويحفظها من زوال. ولهون خلص الفيديو، بتمنى يعجبكم. سلامات صبايا.